السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة. اليوم غادي نحضروا هاد لي غاليت دينيرجي ولا دوائر الطاقة، كيجيو لذاذ بزاف وصحيين. اول شيء عندي هنايا شويه ديال الجنجلان، انا خديت تقريبا 50 غرام من كل حاجه، ولكن يمكن لكم تعملوا اللي عندكم، اللي ما عندكمش ماشي ضروري. وضفت عليه الزريعه ديال القرعه، وعندي هنايا حبوب الكتان دونك حتى هي تقريبا 50 غرام. هنايا شويه ديال الكرموس، ما بين 4 حتى 5 ديال الكرموس يابس مقطع قطع صغيره. وغادي نضيف عليه هنا عندي شويه ديال القرقاع وفيه شويه ديال النوازيت، ما كانش عندي بزاف. شويه ديال القرقعه مع شويه ديال النوازيت، وراه ما حمرتهمش لان غادي ندخلهم في الفران دونك ما تحمروا حتى شي حاجه. وعندي هنايا شويه ديال النوى مقطع حتى هو صغير، وغادي نضيف عليه الزريعه، ما تكونش مالحه، الزريعه ديال عباد الشمس، وشويه هنايا ديال الزبيب مع شويه ديال الكرامبيري مقطع صغير. تقدروا تعوضوه بالزبيب كحل اذا عندكم، اللي ما بغاش الزبيب ما يديروش، ولكن من الاحسن ديروه. هاد لي غاليت هادو مزيانين بزاف للوليدات الصغار. دونك هنا عندي 4 ما بين 4 حتى 5 ديال التمر مقطع قطع صغار. بحال قلت هاد لي غاليت دينيرجي مزيان للوليدات الصغار، الناس اللي كتعمل رياضه، وخصوصا للنساء لان كيضبطوا الهرمونات، لان عندي فيهم الجنجلان وكاين حبوب الكتان وكاين الزرع ديال القرعه. هادو 3 معروفين كيضبطوا الهرمونات. دونك هنايا خلطت كل شيء وضفت شويه ديال الملحه، وهذا ابيض بيض، واحد ابيض ديال البيضاء وهو اللي غادي يجمعنا هاد العناصر كامله باش تكون متماسكه من الطيب. بعد ذلك غادي نضيف 2 مغارف كبار ديال العسل. اللي ما بغاش يعمل العسل يمكن له ينسم بشويه ديال السحتر، ولا تنسم بالبازيليك، ولا شويه ديال القرفه، على حسب الاختيار ديالكم. صافي وكنخلطو مزيان حتى داك ابيض البيض نخلطوه، يعني العناصر كامله تكون شربت شويه داك ابيض البيض وشويه ديال العسل. هذه القطيطه ديالي اول مره كتشوف التصوير، اول مره كتشوف الكاميرا، ما عرفتش شنو واقع، وجات كتشوف كتطلل، ولكن بصراحه هاد اللقطه ما بغيتش نحيدها. قالت شنو هذه كتعمل. دونك هنايا غادي ناخذو، دابا غادي ناخذو واحد لومبورط بياس. نتوما يمكن لكم تعملوه اما طويل ولا مدور، انا هنا عملته مدور. وغادي تعمروا واختاروا، يعني اما تعملوهم رقاق بزاف، واذا عملتوهم رقاق بزاف غادي يجيو مقرمشين مزيان، ولا تعملوهم غلاض على حسب الاختيار ديالكم. ايوا صافي. دونك غادي ناخذ واحد الملعقه صغيره بها تكيو باش يجيكم ساهل. باش العناصر كامله تشبر في بعضها من الطيب. وصافي في هاد الساعه هادي عندي الفران على درجه حراره 180 درجه مشعول من فوق ومن تحت، وغادي نخليه لمده 15 دقيقه ما تفوتوش. واذا بغيتوه يجيو محمر بزاف يمكن لكم 20 دقيقه، ولكن 20 دقيقه راه غادي يتحرق لكم. انا خليته هنايا غير 15 دقيقه. صافي وكنحصلوا على هاد الدوائر هادي كيجيو مشبرين مزيان. يمكننا نعطيوهم الكوتين للوليدات الصغار، ولا يعني الناس اللي كتريض يمكن لا تاخذوا معاها في الرياضه صحيا ما فيهم حتى شي حاجه، ولا في الخدمه تعملوهم في ان بواط وتديوهم في الخدمه. دونك غادي نفتح هنا واحده، غادي تشوفوا كتجي متماسكه، يعني ما كيتفرتوش، وصراحه لذاذين بزاف. دونك فحال اللي قلت، فحال مزيانين حتى النساء اللي كيكون عندهم مشكل في الهرمونات، لان فيهم 3 ديال الحبوب اللي هما مهمين بزاف: الجنجلان وزريعه الكتان والزريعه ديال القرع. ولا كنتمنى انكم تجربوهم. مع السلامه.